كشف وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا رونالد لامورا عن اعتزام بلاده توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسي إلى القائم بالأعمال في سفارة المغرب ببريتوريا، وذلك على خلفية الاجتماع الذي جرى في يوليو الماضي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والرئيس الجنوب إفريقي الأسبق وزعيم حزب رمح الأمة المعارضة جاكوب زوما في الرباط. وخلال هذا اللقاء أعلن حزب زوما دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل للنزاع في الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء السلطات جنوب إفريقيا التي اعتبرت الأمر تجاوزا دبلوماسيا خطيرا. وأفادت وسائل إعلام محلية في جنوب إفريقيا والمغرب بأن بريتوريا تستعد لتوجيه مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدة أن ما وصفته بالتصرف غير المقبول لن يمر دون مسألة، في إشارة إلى رفضها مساعي المغرب لكسب دعم سياسي داخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء الغربية. يذكر أن السفير المغربي كان قد غادر جنوب إفريقيا قبل فترة ولم يتم تعيين بديلا له حتى الآن، في مؤشر على وجود أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، خاصة مع تباين مواقفهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.